السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. برحب بكل الناس الحلوة اللي معايا في القناة، الناس المحترمة اللي بتسيب لي تعليقات جميلة، وبرحب بالناس الجديدة اللي انضمت معانا بالقناة، واقول لهم اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. لو انت اول مرة تشوفي قناتي اتشرف بوجودك معايا في القناة. فعلي زر الجرس على الكل واشتركي معايا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات. ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحابة قبل ما أبدأ بس الفيديو، أنا بصراحة يعني زعلانة جدا إن المستوى بتاع الأخلاق بتاع الناس نزل للمستوى ده. يعني أنا مش عارفة في إيه بالظبط. في حد كده سايب لي تعليق أنا هوريه لكم. ليه إحنا ما بنحترمش بعض وما بنحترمش الناس؟ عشان نبقى يعني ناس محترمه ونرتقي كلنا مع بعض. لو انت اشتركتي عندي وانا ما ردتكيش الاشتراك، خلاص انت الغي اشتراكك كده وخلاص. مش لازم لا انت تعرفيني ولا انا اعرفك، ولا هو اصلا قناتي هتقف على اشتراكك ولا قناتك هتقف على اشتراكي. بكل ادب وبكل ذوق. احنا بنتعامل كلنا مع بعضينا يا جماعه، ان احنا اسره واحده. ولازم نبقى مع بعض عشان كلنا بامر الله. يعني الناس كلها طبعا كل واحد عامل قناه، عاملها لحاجه ليه هو، رزق بقى، مصدر رزق، ومعظمنا عامله مصدر رزق يعني. فليه حد يسيب تعليق يضايق الانسان؟ ادام انتي اشتركتي عندي او ما اشتركتيش عندي، او انا ما شفتش تعليقك، بس يعني في حد ساب لي تعليق انا اول مره اشوفها اساسا. اول مره اشوفها ان هي اشتركت عندي. ولقيتها كاتبالي يعني كلام ما يصحش ان تقوله. ودخلت عندها لقيتها هي اصلا مش قناه، يعني هي اصلا مش قناه. فانا هنزل لكم صوره من التعليق بتاعها اهو، زي ما انتم شايفين كده. بتقول لي انا مش هشترك عندك تاني. او مش عارفه، انا هقرا البوست بتاعها. او بعد كده بتقول لي ايه، انا سبت لك القناه اشبعي بيها. يعني ايه الكلام ده؟ ايه طريقه الكلام ده؟ هو عندكم التعليق اهو، اقروه. فليه يعني انت اشتركتي او انا اشتركت عندك او ردت لك؟ ما يصحش. خلي يا جماعة عندنا ارتقاء شوية في التعامل. مش كل الناس طبعا، الناس اللي معايا من الاول ناس محترمه كلها. دي اول مره انا اشوفها بصراحه، ضايقتني فعلا جدا. انا كنت دخلت عندها وقلت اشوف يعني انت اشتركت عندي امتى او انا ما اشتركتش عندك امتى. يعني يستحيل حد بيجي عندي في القناه لما لازم اروح ارد له ال الاشتراك بتاعه. ولازم طبعا احط له لايك على كل الفيديوهات، بالرغم ان في ناس كتيره قوي ما بتردليش نفس اللايك او نفس البتاع. بس اقول مش مشكله، ممكن يكون بينسوا، ممكن يكون حاجه، بس عادي يعني. مش روحتش بقى دخلت لها شتمتها او علقت عندها تعليق سخيف قلت لها لا انت ما حطيتليش لايك. الحاجات دي يا جماعه احنا اكبر من كده، المفروض نحترم بعض. انت لا انت تعرفيني ولا انا اعرفك. كل اللي بينا فيديو. عجبك قناتي اشتركي فيها اهلا وسهلا وعلى راسي من فوق وشرفيني. مش عاجبك خلاص ما تشتركيش. عجبك الفيديو قولي لايك اعجاب، ما عجبكيش الفيديو دوسي ديسلايك بكل ادب وبكل ذوق. لكن نخش نجرح في بعض ونشتم في بعض واخر قله ادب كده ما يصحش. طبعا انا مش هطول اكتر من كده في الفيديو، عشان او اصلا هي ما تستاهلش ان انا اتكلم عنها اكتر من كده، وهي مش محور الفيديو اصلا يعني. فانا حبيت اقول الكلمتين دول للناس. ان احنا لازم نبقى عندنا ذوق في التعامل يعني. ما ينفعش ان انا اخش اسيب تعليق. انت ممكن بتعليقك ده تضايقي بني ادم. يعني ممكن يجرى له حاجه. في ناس يعني مش عارفه اقول ايه، مش عارفه بصراحه اقول ايه. بس يعني هو ده التعليق ده بصراحه حبيت ان انا كنتش عايزه اتكلم فيه، بس يعني ايه لما لقيتها كمان رد رخم تاني، فحط قلت يعني لازم انزله واتكلم فيه. ان هي اصلا انا القناه مش بتاعتي، مش واقفه عليكي ولا قناه اي حد واقفه على مشترك واحد. وبعدين اصلا اليوتيوب ده كله ده حظ وتوفيق من عند ربنا. مهما عملتي فيديوهات ومهما نزلتي، في ناس من فيديو واحد قناتها بتضرب، وفي ناس بتفضل يعني سنين عشان بس تحقق اي حاجه في الشروط يعني. فده كله في الاول وفي الاخر نصيب بتاع ربنا، اللي مكتوب لنا هنشوفه. اللي احنا لا بنحارب بعض ولا بنعمل، كل واحد بيعمل اللي عليه. والناس لازم تتعامل باحترام. بس لا انت هاخد منك مثلا مشترك، ولا انت هشترك عندك هيزود عندك ولا هينقص، لا مش هتفرق خالص يعني. بس ابدا بقى في الفيديو بتاعي، وبعتذر لكم طبعا عن الطريقه اللي انا اتكلمت بيها. ان فعلا طريقه الكلام بتنرفز الواحد، ما بيتوقعش من الناس كده. احنا كلنا اهل واصحاب واخوات طبعا. احنا ما بنشوفش بعض، ما بنعرفش بعض، ومن دول مختلفه اكيد، بس لازم يبقى في بينا احترام في التعامل.
بس ابدا بقى الفيديو بتاعي. معلش طولت عليكم وانا اسفه. انا اول فيديو كنت طبعا بنضف عيون البوتاجاز كده كل فتره، لازم انضفها كده واغسلها كويس، فكنت بعمل محلول اللي هو الكركديه. بصراحه بينضفهم جدا، بالذات لو العيون اللي هي النحاس دي بيخليها روعه، بترجع زي الفل. طبعا وبما اننا بقى بعد كده دخلنا على الحر والواحد فعلا مش طايق يقف في المطبخ، فحابين نعمل اكله كده سريعه اللي هي الشاورما السوري. سندوتشات كده، كل واحد ياخد سندوتشه على جنب ويريحونا، عشان الجو كان حر فعلا الواحد مش طايق يقف في المطبخ. فطبعا عملت الشاورما زي ما انتم شايفينها كده، بتبلها انا بالزبادي وبالتوابل، وبسيبها شويه كده في التتبيله بتاعتها عشان تاخد كده من الطعم والجوسي. وبعد كده بنزل بمعلقتين سمنه، انا بعملها بالسمنه مش بالزيت، السمنه البلدي بتديها طعم كده وبتخلي الفراخ طريه وجوسي. فبنزل بقدح معلقتين سمنه، واحط عليهم الفراخ اللي هي الشاورما واقلبهم. وبعد كده ببقى مجهزه عندي مقطعه بصل ومقطعه فلفل رومي، وبحطهم عليهم وبقلبهم كده كلهم، وخلاص بتبقى عندي جاهزه مفيش 10 دقايق. بعد كده بقى بجيب العيش السوري وبعمل بقى، انا ببقى عامله توميه، وببقى عندي اللي هو دبس الرمان، ده اساسي عشان تدي طعم الشاورما السوري اللي احنا بنشتريها بره من الشارع. والكاتشب برضو والهوت صوص والحاجات دي كلها بعمل لهم، بهيئ لهم الجو كاننا جبنا اوردر من بره عشان ياكلوا ويتبسطوا. طبعا بما ان الواحد مش قادر يقف في المطبخ، فدي بتبقى حاجات سهله وسريعه وكمان الاطفال بتحبها. طبعا بلف السندوتش، بحط له كده كام صباع بطاطس كده مع شويه الشاورما ونلفه كده وايه. وبرده لسه هنديله بقى ايه التحميصه بتاعت العيش السوري ده، نفس السندوتش اللي بنجيبه من بره. لازم نعمل شغل فاخر من الاخر يعني. بس فالاكلات دي فعلا بتبقى سريعه وسهله، وكمان بتبقى ايه الاطفال بتحبها يعني، بدل ما نعمل بقى اكل ونقف في المطبخ كتير، فالحاجات دي بتبقى اسهل وبتسهل علينا بصراحه. بما ان الجو فعلا الله يكون في عون الناس برضو اللي بتشتغل في عز الحر ده، ربنا يا رب يهون عليهم. الجو فعلا بيبقى صعب جدا، فيا رب يهونها علينا يا رب ويعدي الايام دي على خير. هنا بقى خلاص بعد ما لفتهم كلهم في نفس، هي المفروض بيبقى على جريل عشان ياخد العلامات دي المشرطه، بس انا مش عندي جريل يعني، بحطهم برضو في الطاسه كده، بحط معلقه سمنه بسيطه واخليهم يتحمصوا شويه ويطلعوا بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وبالهنا والشفا دي. بس مع شويه بقى كاتشب وشويه توميه، والسندوتشات بتتاكل ويبقى يوم كده لذيذ وايه وفي السريع، وما تعبناش في المطبخ وما وقفناش في الحر كتير. بس كان بقى طبعا عندي شويه مواعين كده مركونين، طبعا المطبخ عندي حر جدا فما بقدرش اقف فيه كتير. قلت بقى ايه، لا لازم بقى طبعا ايه اخش استهدى بالله كده وتوكل على الله يعني، وواحد يخش ايه، لازم شغل البيت لازم يخلص، سواء بقى حر سواء مش حر يعني. الله يكون في عون كل ست بيت يا رب. وربنا يا رب كده يعوضنا خير في تعبنا مع اولادنا يا رب، ويعوضنا فيهم خير. ويجعل كل تعبنا ده في ميزان حسناتنا يعني. الواحد بيحتسب شغله في البيت وتربيته لاولاده، بيحتسبوا عند الله يعني، والله يعني جزينا بيه خير يعني. فقلت بقى اخش كده اصبر المواعين، عشان ما يصحش كده اسيب مطبخي كده مش نضيف مش لطيفه يعني. فهغسل بقى شويه المواعين كده في السريع، كانوا مركونين عندي. وطبعا اول مره اسيب مواعين مركونه، بس غصب عني والله الجو فعلا صعب، وانا بضغطي عندي في الحر ده بيوطى يعني، فما بقدرش اقف ايه بدوخ. فكان الدنيا كده، قلت بقى خلاص الجو اتمسك كده، اما اخش بقى ايه اغسلهم واوضب المطبخ عشان لازم اسيبه ايه نضيف. بس صبنت المواعين كده بقى وايه. وكان الجو طراوه بصراحه لما الميه كده الواحد بيفتحها وبيلاقي بيشتغل في اي شغل. انا بحب اي شغل في الميه في الصيف يعني، اي حاجه فيها ميه كده بحب اشتغل فيها يعني. وعامله بقى الازايز كده في السريع برضو يعني، كان حاجات كده يعني بسيطه وبتعدي يعني. بصوا المواعين كانت كتير قوي، مش عارفه هي جت منين بصراحه يعني. وطبعا توضيب الشاورما والاكل والحاجات دي برضو بتطلع مواعين قد كده، فالحمد لله يعني رب العالمين. كلها حاجات بسيطه وكلها حاجات بتعدي، ولازم لابد زي سواء بقى اجلت المواعين دلوقتي غسلتها كمان شويه، لازم برضه هتقومي تعمليها، مفيش حد هيعمل غيرك. غير بقى لما كنا عند امهاتنا كده كان الواحد بيبلطج بصراحه. فدلوقتي الواحد عرف قيمه الام وكانت بتتعب ازاي. وطبعا هو اللي دلوقتي اللي شايل كل الليله. بس ربنا المستعان ان شاء الله نعلم اولادنا كده ويكونوا يا رب كده ايه ذريه صالحه لينا.
ويساعدونا ويقفوا جنبنا زي ما احنا برضو كنا بنعمل الى حد كبير. يعني كنت الواحد كان بيساعد امه في المطبخ ويتعلم كده، وكان واقف على طول معاها. يغسل بقى طبقين، يقف يقلب حلة اكل، يعني كنا بنساعدهم برضو. لكن دلوقتي الولاد يعني الله يكون في عوننا، ماسكين التليفونات وقاعدين عليها 24 ساعة، ويوم ما تقول له قوم بقى ولا قومي اعملي حاجة، يا تحس ان الدنيا اتهدت، وليه يا ماما ومش ليه يا ماما، وتحسسونا ان هم قايمين ايه، يفحطوا في الصخر يعني. لكن احنا والله كان على ايامنا كنا جيل يعني الحمد لله، ولا كان في نت ولا كان في موبايلات ولا كان في حاجة، وطلعنا كده اتعلمنا من اهالينا كل حاجة. والله بقى يكون في عون بقى الجيل دوت، وربنا معاه يا رب ان شاء الله. بس كده خلاص بقى، صبنت المواعين ورصصتها ومسحت الرخامة، والبوتاجاز برضو النضيف والميكروويف وكل كده. المطبخ ده كده ايه، ده المطبخ بتاعي اللي احب اقف فيه. بس كده خلاص، والفيديو بتاعي خلص النهارده. اتمنى يا رب ان هو يعجبكم، اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي.